السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا استريحوا. طبعا يا ولاد، النهاردة يوم من أعظم الأيام اللي احنا كلنا بنفتخر بيها. النهاردة يوم انتصارات أكتوبر المجيدة. عاوزكم ترسموا لي موضوع عن انتصارات أكتوبر. حابب أشوف كل واحد فيكم شايفها ازاي. يلا وروني إبداعاتكم. اشمعنى يا نور رسمتي طيارات ما رسمتيش دبابات وجنود زي زمايلك؟ علشان دي معركة المنصورة الجوية. برافو. قوليلي بقى، تعرفي ايه عن معركة المنصورة الجوية؟ بابا قال لي ان طياراتهم كانت اكتر واقوى مننا وبرضه احنا اللي كسبنا. تعرفي حاجة تانية عن معركة المنصورة الجوية؟ لا. حد فيكم يا ولاد يعرف حاجة عن معركة المنصورة الجوية؟ ايه رأيكم بقى احكي لكم عنها؟ معركة المنصورة الجوية هي أطول وأشرس معركة حصلت من بعد الحرب العالمية التانية، وما ظنش إنها تيجي زيها تاني. تلاتة 53 دقيقة من المعارك والمناورات الجوية الشرسة بالرغم من عدم تكافؤ الطيارات والأسلحة. والحكاية بدأت لما العدو كان عاوز يتحكم في سماء المعركة، ولأن الهجوم كان من ناحية الشرق بسبب منظومة الصواريخ كان شبه مستحيل. قرر العدو الهجوم من ناحية الشمال جهة البحر المتوسط، وهنا بقى جه دور قواتنا الجوية. بلغت القيادة الجوية باقتراب 160 طيارة إسرائيلية بتستهدف فيها قاعدة المنصورة الجوية. وقتها انطلقت 60 طيارة مصرية من طراز ميج 21، وده للتصدي ل 160 طيارة إسرائيلية من طراز فانتوم. والطيارة الفانتوم بتتفوق 4 أضعاف عن الطيارة الميج من حيث الأسلحة والوقود والرادارات، وأي حد كان ممكن يتوقع مين هيفوز بالمعركة. وطبعا النسور المصرية كان ليها رأي تاني. والطيارات المصرية وقعت 17 طيارة إسرائيلية، وإحنا وقع من عندنا 6 طيارات، 2 منهم بس بنيران العدو، وواحدة اصطدمت بحطام طيارة إسرائيلية، و3 لنفاذ الوقود. وده طبعا لطول فترة المعركة اللي كسر فيها أبطال قواتنا الجوية الرقم القياسي للهبوط للتزود بالوقود والرجوع مرة تانية للمعركة. والحكاية دي اتكررت من 3 ل5 مرات أثناء المعركة. وبعد الانتصار العظيم أصبح يوم 14 أكتوبر هو عيد القوات الجوية المصرية. ودي باختصار حكاية معركة المنصورة الجوية. لسه عايش بينا ناس منهم وباقي العمر فاكرينهم، كتبنا تاريخنا بأساميهم رجالة
معركة المنصورة الجوية مش مجرد معركة جوية، دي كانت رمز للعزيمة والبطولة، واحنا دايما محتاجين نفتكرها.